السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنتمنى نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غندير واحد التحلاية كتجيب مكونات جد بسيطة. نبداو على بركة الله. نبداو هنايا عندنا واحد جوج ديال البيضات. غنبدا نخلط في نفس الوقت نعطيكم مقادير. غندير هنا واحد جوج ديال البيضات. دائما كنقول لكم في البيض ضروري خاصو يكون بحرارة الغرفة، حيت اذا كنتو يلا جبدتوه من الثلاجة خدمتو به راه ما يطلعش. هنايا زدت واحد نص كاس ديال السنيدة. صافي نطرب البيض مع السنيدة حتى يذوب ليا السنيدة ونفس الوقت يطلع لينا البيض. صافي نبقى نطربهم هكا مزيان حتى يطلعوا لينا داك الفويقات ديال البيض. تما كنعرف البيض ديالنا طرب مزيان. صافي غنزيد هنايا واحد نص كاس ديال الزيت. وغنزيد واحد حتى هو نص كاس ديال الليمون باش الطبقة الاولى تجي فيها الليمون كتجي زوينة. صافي غنطرب هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. وغنزيد طحين ديال الحلويات يعني رطب، واحد الخميرة ديال الحلوى. صافي غنخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. صافي غنزيد الطحين تدريجيا حيتاش كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي لا، يعني عينكم ميزانكم. كتجربوها بحال هاد الشكل هذا، اذا بانت لكم خفيفه كنزيدوا شويه ديال الفرص. صافي هنايا رجعت هي هذيك. صافي غنجيب واحد المول كنت دهنتو قبل بالزبده وشويه ديال الطحين. غنكب الطبقه الاولى نخشيها في الفران. صافي نقادها في الجناب كاملين. صافي غنخشيها طيب، هي دغيا كطيب يعني ما كتفوتش كثر من 10 دقائق. غنبداو في الطبقه الثانيه. درت هنا نص لتر ديال الحليب. وغندير شويه ديال تقريبا نص كاس ديال السنيده. واحد جوج معالق ديال النشا. انا درت هنا جوج ونص. صافي نطرب هاد المكونات كاملين مزيان. غنحطهم فوق البوطه. غنخليهم واحد شويه. صافي هنا كتبقاو تطربوا الخليط حتى كيجمد، يعني ضروري تبقاو تطربوا مع الجناب باش ما يلصقش ويتحرق لينا. كناقصوا البوطه وكنبقاو نطربوا بشويه حتى كتجمد لينا على الشكل هذا. صافي هنا لا كريم ديالنا وجدات. صافي غنجيب نزيد عليها واحد كاس ديال دانون، شويه ديال الفاني. صافي غنطربها مزيان حتى ترجع كريميه. غير جربوا البنات هاد الكريمه راه كتجي بنينه بزاف وفيها بنه الفاني، كتسهل علينا دغيا بالنسبه هكا للوليدات. صافي غناخد هنا
صافي هنا وجدت الكيكة ديالنا وجات على هاد الشكل هذا، جات زوينة، حمرتها حتى من الفوق، جات متساوية. صافي غناخد نسقيها بواحد شوية ديال الليمون، غنسقيها مزيان كاملة. صافي هنا من بعد ما سقيتها كاملة نكب عليها الطبقة هذه ديال هاد لاكريم اللي صايبنا. صافي غنقادها كاملة على الجناب ديال المول. صافي غنديرها في الثلاجة حتى تبرد واحد شوية ونحضروا الطبقة ديال الليمون الثالثة. هنايا درت 2 كيسان ديال الليمون، غندير نص كاس ديال السنيدة و2 معالق ديال النشا. صافي نخلطهم كاملين، ندير الطراب اليدوي باش تخلط مزيان على هاد الشكل هذا. صافي نحطها حتى هي فوق النار حتى تجمد بحال الطبقة اللي دازت. هنا من بعد ما بردات خشيتها في الثلاجة حتى بردات. صافي نكب عليها الطبقة هذه اللي صايبنا ديال الليمون. صافي كبيت عليها بهذا الشكل هذه، يعني الطبقة التحتانية راه باردة ماشي مشكل. صافي غتقادوها كاملين. هنايا تقدروا ديروا الفواكه من التحت عاد تكبوا هاد الطبقة ديال الليمون حيتاش كتبقى تبين، وتقدروا تخليوها بحال هكا. المهم التزيين كيبقى اختياري. صافي غنخشيها في الثلاجة عاوتاني واحد نص ساعة حتى تبرد مزيان ونرجع معكم. هنا من بعد ما بردات رجعت على هاد الشكل هذا، نفتحوها نشوفها كيفاش كتجي. كتشوفوا البنات كتجي على هاد الشكل هذا وكتجي زوينه. انا خليتها على هاد الشكل، نتوما التزيين كيبقى اختياري، يعني تقدروا تزيدوا شويه الليمون من الفوق، تقدروا تزيدوا شويه الحامض، المهم اللي كيتوفر تقدروا تزينوه بها. صافي نقطعها هنايا معكم ونشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها من الداخل. صافي البنات كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي زوينه ولذيذه بزاف مع داك المذاق ديال الليمون والفاني، كتجي زوينه. كنتمنى تجربوا هاد الكيكه وتعجبكم او التحلايه. ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك، وشكرا لكم على المتابعه، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هاد الفيديو هذا، وشكرا على الدعم ديالكم بزاف.